لو حاسة ان التوتر بقى مكلبشك ومسيطر على حياتك حرفيا ونفسك في طرق تقلل من حدة التوتر شوية في حياتك، فالفيديو ده هيفيدك جدا. واهلا بيكم في مراجعة كتاب جديد وان شاء الله تفيدكم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كتاب خلع رداء التوتر. والكتاب دوت مش بيفهمك يعني ايه توتر على قد ما هو بيقولك على طرق عملية حرفيا تقلل من حدة التوتر. والنهاردة انا هقول لكم الطرق اللي انا شخصيا جربتها وكانت بتقلل من حدة توتري في اوقات كتير جدا في حياتي. يلا نبدأ. اول حاجه يا جماعه الكتابه، مهما قعدت اتكلم معاكم عن جمال وعظمه الكتابه، هي من نعم ربنا علينا حرفيا. زي ما يكون دماغك كده عماله تغلي بالافكار الكتير، وانتي مجرد ما تكتبي بتلاحظي ان حده الافكار دي قلت جدا. ياما جربت الكتابه وان شاء الله هنعمل فيديو كامل نتكلم فيه عن اهميه التدوين، وده بجد عن تجربه شخصيه، لان انا اصلا بحب الكتابه جدا ومن وانا صغيره وانا بحب اكتب مذكراتي. والغريب ان انت لما بترجعي تاني للحاجات اللي انت كنت كاتباها بتكتشفي قد ايه ان ربنا كان لطيف بيكي في اوقات كتير. فده بيقلل جدا 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 من توترك في الوقت الحالي. فلو هقول لكم حاجه فهي اكتبوا يا جماعه. ولو انتوا عايزين تعرفوا تبدأوا ازاي، ممكن تبدأوا بس مجرد تكتبوا عن يومكم حصل فيه ايه. انا هنا كنت بوريكم بعض البلانرز اللي انا كنت استخدمتها في اوقات قبل كده او في سنين قبل كده، والموضوع بجد نفسيا لما بترجعي لخططك والحاجات كتير بتحسي بسعادة غير طبيعية، وانه قد ايه الايام كان فيها حاجات حلوة بس احنا اللي ما كناش بناخد بالنا منها. خلونا نروح للنقطة اللي بعدها عشان ما اطولش عليكم. تاني حاجة عاوزة اقولها لكم يا جماعة ان السعادة قرار انتي بتختاري. انتي عايزة تبقي سعيدة ولا مش عايزة تبقي سعيدة؟ يعني انا صاحية من النوم النهاردة انا حاطة في دماغي ان انا هنكد على نفسي وهنكد على بيتي وهنكد على كل اللي حواليا، ولكن انا ممكن اختار ان النهاردة يبقى يوم سعيد، ان انا اتغافل النهاردة عن حاجات كتير هتحصل. وبجد يعني الموضوع ده سحري جدا جدا. جربوا ان انتوا تصحوا النهارده ناويين ان اليوم دوت مش هنعمل فيه مشاكل، هنتغافل فيه عن اي حاجه تضايقنا، وشوفوا في اخر اليوم هتبقوا عاملين ازاي. وتالت حاجة معانا هي وقت الهدوء، ان انتي تحاولي مهما كانت مشاغل حياتك ان انتي يبقى فيه شوية هدوء في نفسك، تقرأي فيه ورد قرآن، تتأملي فيه وتتدبري فيه. اكيد هتطلعي بآية من القرآن تخاطب حاجة معينة في نفسيتك او تخاطب مشكلة معينة بتواجهيها. ما كنتش بصدق ابدا نقطة ان القرآن فيه حل لكل مشاكلنا. هو فعلا فيه حل لكل مشاكلنا، ولكن القرآن عزيز ما بيديش كل حاجة جواه غير اللي بيهتم بيه فعلا. سبحان الله. وقت الصلاة مش وقت رفاهية، انتي اصلا حرفيا بتسجدي لربنا سبحانه وتعالى. بتطلعي من السجود خلاص انتي حتى رفعتي الملف الملك الملوك، فخلاص انتي كده سلمتي امرك لله. وقت الذكر المهم ان انتي يبقى ليكي وقت مع ربنا سبحانه وتعالى، وقت تحسي فيه بالهدوء شوية. الموضوع دوت هيفرق جدا 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 معاكم. بالنسبة للذكر ان شاء الله هنعمل له فيديو كامل مفصل عن الذكر وازاي نستشعر المعاني المعينة في الأذكار كلها زي الحوقلة والاستغفار وهكذا. النقطة اللي بعد كده يا جماعة العبوا مع الأطفال. والله يا جماعة الموضوع ده بيشحن بشكل انتوا لا يمكن أن تتخيلوه. بجد 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 اللعب مع الأطفال شيء عظيم جدا وبيخلي الإنسان يحس إن هو رجع صغير تاني. ما تسألونيش ازاي في سحر كده. مش محتاجة اكلمكم عن اهمية لعب الرياضة اللي انا شخصيا مش بلعبها، وانا اصلا ماسكة الدمبل ديت وانا حاسة ان ايدي هتقع مني. فحقيقي يا جماعة احنا مقصرين جدا 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 في حق نفسنا. فربنا يهدينا ويصلح حالنا. وحتى لو الرياضة كانت مجرد مشي بسيط جدا بجد بتفرق جدا في نفسية الواحد. ولو ليكوا تجارب قولوها لي في الكومنتس. هنا بقى هقول لكم نصيحتين صغنطتين خالص. النوم والضحك، ناموا كويس جدا على قد ما تقدروا، يعني طبعا انا مش عارفه انام كويس بس مالكوش دعوه بيا. واضحكوا، اقعدوا في وسط الناس بتحب ان هي تضحك، مش على خلق الله بس تحب تهزر وتضحك. الناس اللي بتقعدي معاهم تحسي ان انت عايزه تضحكي من قلبك. احنا عايزين نوصل للمرحله دي. واخيرا يا جماعه الامتنان، الامتنان على الحاجات الصغيره جدا في حياتك هيفرق فوق ما تتخيلي. كل يوم قبل ما تنامي اكتبي 3 حاجات انتي مبسوطة بيهم النهاردة او ممتنة ربنا سبحانه وتعالى ان الحاجات دي موجودة في حياتك. واخيرا انتي مش مطلوب منك تعملي كل الحاجات دي مرة واحدة، ابدأي بحاجة واحدة فيهم وارجعي في الكومنتس وقوليلي ايه تأثيرها على حياتك وهل فعلا ساعدتك ولا لا. وما تنسوش كمان تقولولي في الكومنتات ايه هي الحاجة اللي بتعملوها لما يكون عندكم توتر عالي جدا وبتخلي التوتر يقل. شكرا واشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. معلش هفكركم بحاجه صغنطوطه كده اهوت مع البرتقانه اللي هتظهر دلوقتي دي، هي للاسف طعمها ما طلعش حلو. المهم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتكتبوا لي كده في الكومنتس الحاجات اللي بتساعدكم تقللوا التوتر. بفكركم تاني. مع السلامه.